في قرية صغيرة تحيط بها الجبال الخضراء عاش الشيخ عبد الله. كان رجلا طاعنا في السن، يتميز بلحية بيضاء طويلة وعينين تحملان حكمة الدهور. كان الشيخ معروفا بحلمه وحكمته، وكان الناس يلجؤون إليه في حل مشاكلهم والاستفسار عن أمور دينهم. كان الشيخ عبد الله يقضي معظم وقته في المسجد، حيث كان يقرأ القرآن الكريم ويدرس العلوم الشرعية، وكان يحب أن يجلس مع الشباب ويقص عليهم قصص الأنبياء والصالحين ويحثهم على اتباع سبيل الحق. في أحد الأيام لاحظ الشيخ عبد الله أن الكثير من الشباب قد ابتعدوا عن دينهم وأخذوا يتبعون الشهوات والملذات الدنيوية. شعر الشيخ بحزن شديد على حالهم، فقرر أن يبدأ حملة دعوية ليعيدهم إلى طريق الحق. بدأ الشيخ عبد الله بجولات في القرية، يزور البيوت ويتحدث مع الناس عن أهمية الإيمان بالله والعمل الصالح. كان يتحدث بلغة بسيطة وواضحة، يستشهد بآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، وكان يركز على أهمية التوبة والاستغفار والعودة إلى الله. لم يكن طريق الدعوة سهلا، فقد واجه الشيخ عبد الله الكثير من المعارضة والانتقاد، ولكن إيمانه بالله وحرصه على هداية الناس جعله يثابر ويتحمل كل الصعاب. بمرور الوقت بدأ الناس يشعرون بتأثير كلام الشيخ عبد الله، وبدأوا يعودون إلى المسجد ويصلون جماعة، وبدأ الشباب يتخلون عن عاداتهم السيئة ويتجهون إلى فعل الخير. وفي النهاية حقق الشيخ عبد الله هدفه، وأصبح الجميع في القرية يعيشون في سلام ووئام، متمسكين بدينهم وعاداتهم الحميدة.